السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنعمل طريقة صينية العجة بطريقة سهلة ان شاء الله وبسيطة. معانا هنا كيلو بصل، ومعانا هنا خضرة، ومعانا طماطم متقطعة، ومعانا فلفل حامي وفلفل رومي، وهنا معانا 10 بيضات، وهنا معانا 3 معالق دقيق، وهنا معانا معلقه ملح، ومعانا فلفل وكمون وشطه، ومعانا معلقه بيكنج باودر. وهنا هننزل بالبصل في الزيت وهنشوحه لحد ما ياخد اللون الذهبي. هنشوحه ونرجع لكم تاني. وهنا كده هتكون البصله احمرت بالطريقه دي كده، جدت خدت اللون ده كده. هنزل عليها هنا بالخضره والفلفل والطماطم، واقلب فيها كده. معايا هنا طبعا التوابل، ملح وفلفل وكمون وشطه، ومعايا بيكنج باودر. هنزل بيه كده ونقلب كده كويس، وهنحط ال3 معالق دقيق. وكل ده هنقلبه كويس كده. وهنا كده انا ضربت ال10 بيضات زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بيهم كده. اقعد اقلب فيهم جامد كده. ودي كده هتتحط في صينيه مقاس 30. هحطها في الصينيه وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، ومعايا هنا صينيه مقاس 30 فيها معلقتين زيت سخنين. دي كده عشان العجه ما تلزقش في الصينيه، لازم يكون الزيت سخن قوي كده. وهنسويها كده وندخلها الفرن ونرجع نوريها لكم تاني. وهنا كده هنحطها في الرف اللي في النص على درجة حرارة 180 تستوي، ونرجع نوريها لكم تاني. ورجعت لكم تاني، وكده هي طلعت من الفرن. هنشوف ان هي استوت ازاي. هنحط سكينة كده بسنها. لو السكينة طلعت ما فيهاش حاجة يبقى كده استوت، لو طلعت فيها اي حاجة يبقى كده ما استوتش. فهي كده استوت. هنقطعها بقى معاكم. هنغرفها ونرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، وكده انا قطعت معاكم العجة. وده كده هيبقى السمك بتاعها، الارتفاع بتاعها زي ما انتم ما شايفين كده. وحمرت معاها شويه بطاطس، وعملت شويه سلطه. كده معانا العجه اهيت. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.